في الفيديو ده هعلمك ازاي تعمل انفوجرافيك احترافي زي الصور اللي انت هتشوفها قدامك دي، من غير ما تحتاج لخبرة في برامج الفوتوشوب نهائي، وفي نفس الوقت في اقل وقت ممكن. كمل معايا للفيديو علشان اعرفك الطريقة بالكامل واعرفك ازاي تعمل الكلام ده. اول حاجة هتعملها هتروح على شات جي بي تي وهتكتب له الحاجة اللي انت عايز تعملها. وهنا انا كنت بكلمه باللهجة العامية المصرية، ما كنتش بكلمه باللغة العربية، هو بيفهم الاتنين عادي. قلت له ساعدني اعمل انفوجرافيك احترافي في موضوع الحروف الابجدية للغة العربية للاطفال، بحيث تكون الالوان مبهجة وفيها رموز وايقونات واضحة، وفي نفس الوقت برضو الصورة تكون من حرف الالف لحد حرف الياء، اللي هو من حرف الالف لحد حرف الياء اللي هو الحروف كلها. اهم حاجة توضح له كل حاجة انت عايز تعملها، بحيث ان هو يديك الفكرة بشكل احسن. طلع لي كلام كتير كتير، طبعا اكيد مش هعرف اخد كل ده كوبي. فبعد كده قلت له لا، خلي لي الكلام كله او الرسالة في رسالة واحدة. الكلام اللي هو بعد ده كله قلت له لا، خلي لي الوصف في رسالة واحدة. بعد ان هو يطلع لي الكلام هاخد الكلام ده كله كوبي. بعد كده هتروح على جيميناي. لما تروح على جيميناي هتفعل أداة الإيمج الأول، وبعد كده تحط له الوصف اللي أنت خدته من شات جي بي تي. زي ما أنا عملت أهو، أداة الإيمج أو الصورة متفعلة تحت، وبعد كده حطيت الكلام. زي ما أنت شايف أهو، طلع لي الصورة. حرفيا صورة احترافية جدا 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 يعني، وبرضه عامل لي نفس اللي أنا قلته. حطيت لي مثلا حرف الألف وبعد كده جنبه أسد، فاهم يعني، اللي هو نفس الكلام اللي أنا طلبته منه هو عمله لي ويمكن أحسن كمان. تمام. بعد كده طلبت منه حاجة تانية في الصورة تانية، قلت له لا، اعمل لي وصف انفوجرافيك احترافي للغة الإنجليزية، وبرضه الحروف تكون من حرف ال A to Z، الحروف كلها. بدل ان هو يطلع لي الوصف هتاخد برضه الكلام ده كله كوبي، بس قبلها تكون مفعل أداة الإيمج أو اللي هي الصورة يعني. بدل ان هو يطلع لي اهو، طبعا هي الصورة دي ما عجبتنيش قوي، فأنا هعدلها بعد كده هتشوف دلوقتي. طلع لي الصورة دي، فالصورة ما كانش فيها أيقونات كتير زي ما أنا ما طلبت. تمام. يعني انا كنت طالب منه يحط لي ايقونات وبتاع بحيث ان هي توضح الفكره، فالصوره ما طلعتليش كده. فقلت له لا، خلي الصوره فيها يعني بيغلب عليها الالوان الاحمر والازرق، وفي نفس الوقت يكون فيها ايقونات واضحه للحروف يعني الابجديه. خلاص، فانا طلبت منه ان هو يعدل لي على الصوره. زي ما انت شايف اهو، من هنا بقى دي الصوره احسن بكتير جدا من الاولانيه، يعني هو حطيت لي حتى الحرف وملونه لي على حسب اللون اللي انا اخترته، لان انا قلت له اللون بيغلب عليه الازرق والاحمر. وحاطط لي برضو رموز توضيحية بتوضح الفكرة، زي مثلا سي كات فحاطط لك قطة، زي اللي انا موضح يعني نفس الوصف اللي انا طلبته منه هو عمله لي. فانت لو في حاجة ما عجبتكش اطلب منه ان هو يعدلها لك عادي. بعد كده قلت له اعمل لي وصف لانفوجرافيك احترافي عن 5 عادات للاغنياء. وبرضه يكون فيها رموز توضيحية بتوضح الفكرة، ويكون فيها برضه ايه، الالوان تكون بسيطة والكلام ده كله. انا بحاول ان انا اعمل معاك صور كتير لمجالات مختلفة عشان اوضح لك ان البتاع شغال عادي، يعني كلام شغال عادي للوصف ده. فاهمني؟ طلع لي كلام كتير. قلت له خلي الكلام متجمع مع بعضه، يبقى كله مع بعضه يعني، اخده كله مرة واحدة. برضه هتاخد نفس الكلام ده كده كله كوبي. بعد كده هتروح على جيميناي، نفس الكلام هو بالظبط. هتروح على جيميناي هتاخد الكلام بتاع شات جي بي تي وتفعل أداة الإيمج، وبعد كده تحط له الكلام اللي انت خدته هنا كوبي. هيبدأ ان هو يحمل معاك، وده شكل الصورة النهائي اللي هو اللي جيميناي طلعه. وطلع لي 5 عناصر زي ما انا طلبت بالظبط. وحرفيا الالوان يعني كان الاول جيميناي بيتلخبط في الحروف العربيه، لا دلوقتي عملها لي بالظبط. تمام. دي كده تالت صوره. رابع صوره قلت له اعمل لي وصف الانفوجرافيك احترافي عن تمارين، او لشخص بيعمل تمارين في البيت. وخلي التمارين فيها رموز وايقونات واضحه وفيها شكل مجسم، يعني بيوضح شكل التمارين بتتعمل ازاي والكلام ده كله. تمام. هنا انا خدت الوصف كله بقى، يعني انت زي ما تشوف دلوقتي هو طلع لي وصف كتير. هتلاقي حتى يعني لما هننزل تحت كده هتلاقي زي ما انت شايف الوصف هيكون كتير. هنا لا، انا خدت الوصف كله بقى، ما قلتلوش جمعوا لي في رساله واحده، يعني الاتنين يمشي معاك عادي. مش شرط تقول له جمع لي الكلام في رساله واحده. تمام. هنا خدت الكلام برضو كله كوبي من شات جي بي تي، وهنعمل برضو نفس الكلام. خلاص، دلوقتي هنروح على جيميناي هنحط له الكلام ده هنا كوبي، وهيطلع لي الصوره زي ما انت هتشوف دلوقتي. الصوره اللي طلعها لي هي كويسه كل حاجه، ولكن مش يعني مش حاسس ان هي بروفيشنال قوي، ان هو يعني صورة عادية ما عجبتنيش قوي الصراحة. يمكن هي برضه تكون كويسة، بس مش زي اللي انا كنت متخيلة. تمام. فطلبت منه ان هو يعني يعدل عليها، قلت له لا، حط لي عناوين وعناصر اساسية للموضوع، واشرح الفكرة، وخلي فيه مجسم يوضح الفكرة، وخلي الالوان بيغلب عليها الازرق واللبني والابيض، يعني اللي هي الالوان اللي تكون باينة اكتر في الصورة، او الالوان اللي تكون يعني
الصورة تكون بالتلات ألوان دول يعني، فأنت برضو الألوان اللي أنت عايزها أو لو في فكرة في ممكن دماغك. برضو إن أنت توضحها عادي. تمام. وده شكل الصورة طبعا دي أحسن بكتير جدا من الأولانية، يعني يعتبر مفيش مقارنة أصلا. حتى شكل المجسم اللي بيعمل التمارين أحسن بكتير جدا من أول صورة، وشارح لي التمارين بتعمل إزاي، السكواد والبوش أب والكلام ده كله. طبعا الطريقة دي هتكون مفيدة جدا لو حد مثلا بيقدم محتوى، أو حد بتاع كورسات مثلا عايز يوضح فكرة للناس اللي هو بيشرح لهم، او للمدرسين او لاولياء الامور ان هم مثلا يشرحوا للاطفال فكره معينه او حاجه. بس كده، دي كانت فكره فيديو النهارده. لو عجبك بقى الفيديو ما تنساش انك انت تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو، وسلام.